يا أهلا وسهلا. النهاردة عندنا حلقة نارية. عارفة عبد الرسول فاجأت الكل بكلامها اللي محدش كان يتوقعه. اتكلمت عن الثورة وعن خوفها من الحرب يعني ايه اللي ازاي؟ وحاجات كتير اتقالت لأول مرة. اللي يعرف عارفة عبد الرسول يعرف إن هي مش من النوع اللي بيتكلم في السياسة، بس المرة دي الوضع اتغير. ما هو انا خايفه بس. عاوزين تعرفوا ايه اللي قالته؟ طيب قبل ما نبدأ اعمل لايك حلو كده للفيديو واعمل اشتراك للقناة لو لسه مشتركتش عشان يوصلك كل جديد، وصلي على حبيبك النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نكمل. أول حاجة لازم تعرفها إن عارفة عبد الرسول كانت بتتكلم بكل صراحة ومن قلبها. قالت إن هي بدأت حياتها الفنية وما كانش حد يعرفها، وإن الجمهور بتاعها اتعرف عليها لما عملت مسلسل أبواب الخوف. المسلسل ده كان من إخراج أحمد خالد، والناس بدأت تقابلها في الشارع وفي المترو وتتصور معاها. تخيل بقى يا عم. بس اللي قلب الأمور بقى إنها قالت وقامت ثورة يناير وحياتي الفنية وقفت واتعطلت. الثورة غيرت حاجات كتير عندها لدرجة إن هي كانت بتلف على مكاتب الكاستنج من جديد، زي ما قالت مشهد هنا ومشهد هناك وجمهوري بيكبر واحدة واحدة. دلوقتي اللي بيفاجئنا فعلا إن عارفة عبد الرسول عندها 70 سنة ولسه عندها أحلام. تخيلوا إن هي بتقول عندي 70 سنة وناقص على تحقيق أحلامي سنتين بس، وخايفة أموت قبل ما أحققها. هي متجيش حاجة في جيمي كارتر اللي لسه عاملين عنه فيديو امبارح، بس الكلام ده يوجع القلب بجد. يعني فنانة بالحجم ده ولسه عندها أحلام. بس انتوا عارفين ايه اللي مخوفها أكتر؟ الحرب. الحرب اللي ممكن توقف الدنيا كلها. عشان كده مش بتعلق على بوستات سياسية عند أصحابها، وده اللي قالته. عمري ما علق على بوست سياسي عند أصدقائي اللي بيحللوا وبيصرخوا، وبتحاول تطنش وتتجاهل الأوضاع السياسية. هي قالت جملة غريبة جدا بصراحة. قالت إنها خايفة الناس تفتكر إن هي مش متعاطفة أو إن هي ناسية لما بتشير مثلا بوست ساخر أو فيديو لطيف، لكن هي في الحقيقة بتنسى وبتتجاهل الأوضاع بوعي. تختم كلامها بدعاء صادق وبتقول اللهم احفظ مصر عشان خاطر بنتك الغلبانة. تحس كأنها بتقول الجملة دي من قلبها، وهي عارفة قد ايه البلد محتاجة السلام والاستقرار. كنت حابب اقولك انك لو وصلت الحتة دي في الفيديو حط لايك وما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اخر اعمالها الفنية كانت بنقدر ظروفك، ودي كانت الحكاية. الفنانة عارفة عبد الرسول فنانة قديرة ولسه بتعيش مع جمهورها في كل لحظة. الحياة دي بتاخدنا في طرق غريبة احيانا، لكننا دايما بنرجع نحلم ونسعى ونوصل لاهدافنا ان شاء الله. ايه رأيكم في كلام عارفة؟ هل شايفين ان الحرب فعلا بتهدد الفنانين زي ما هي قالت؟ قولوا لي رأيكم في الكومنتات تحت. واهم حاجة بقى، لو الفيديو عجبك دوس لايك كبير كده واعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان تكونوا دايما معانا في كل جديد. بحبكم واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.